ليونيل ميسي في أولى سنوات الكروية، هذا اللاعب أبدع جدا في مجال كرة القدم، إلى أنه وصل الإبداع مرحلة أنه يعني يحوز على 8 أوسمة تسمى بالكرة الذهبية، وهي سابقة لم تحصل مع أي لاعب كرة قدم آخر. هذا اللاعب استطاع أن يحطم الرقم القياسي لهدافين في التاريخ. أكو مثلا لاعب أسباني كان يعتبر رقم قياسي في تسجيل الأهداف لنادي معين في أسبانيا. هذا اللاعب الأرجنتيني ليونيل استطاع أن يكسر هذا الرقم، لكنه الجمهور شاهد أنه في سنوات الأخيرة هذا اللاعب بدأت مهاراته تقل. السبب شنو؟ ليش هذا تراجع مستواه؟ ليش تراجع الأداء؟ تلاحظ؟ هذا يسموه الفجوة الإبداعية. ابني، إياك أن تقع بالفجوة الإبداعية. إذا أنت نجحت كود تحافظ على مستوى مهاراتك. النجاح ما له علاقة بمهاراتك. أنت مو المهم توصل للقمة، المهم أن تحافظ على القمة.